السلام عليكم، معاكم ادم الصادق المحامي وباحث دكتوراه. هنتكلم في الفيديو ده ازاي تجاوب اسئله المقالي في كليه الحقوق. رجعت اسئله المقالي من جديد بدلا عن الاسئله الاختياريه، وناس كتير بتسال ازاي نحل السؤال المقالي. الموضوع مش صعب ومش بعبع زي ما الناس كلها فاكره. الموضوع هنستلم ورقة الإجابة. عايزك تستلم ورقة الإجابة وتمسكها وتسطرها، تبدأ تسطير فيها وتعمل هامش ناحية اليمين. أول حاجة الهامش ده هنرتب فيه الأفكار بتاعتنا والشغل بتاعنا علشان يظهر بشكل منظم للمصحح. وكمان لما انت بتستلم ورقة الإجابة وبتسطر على ما تجيلك ورقة الأسئلة، انت بتحس ان انت يعني التوتر راح من عندك وفي ثقة شوية. طيب خلاص، اخدنا ورقة الإجابة وسطرنا وعملنا هامش على ناحية اليمين في كل صفحة. جت ورقة الأسئلة، بنشوف الأسئلة الموجودة عندنا. ممكن يبقى الامتحان مقسم لجزئين أو جزء واحد. بنبدأ بأكتر سؤال احنا متمكنين فيه، مش لازم نبدأ بالترتيب. السؤال الأول يبقى نجاوبه في السؤال الأول، لا. بنشوف مثلا لو السؤال مثلا الامتحان 3 أسئلة تختار 2، فهنبدأ بالسؤال اللي احنا أكتر واحد عارفينه. ولو الامتحان قسم واحد يبقى هنكتب في الهامش الإجابة على السؤال الأول في القسم الأول مثلا. س، بنكتب السؤال زي ما هو. ج، للإجابة على سؤال سيادتكم يجب علينا إبراز العناصر التالية. وبنبدأ نكتب العناصر بشكل مجمل، ونحاول إن احنا نخلي العناصر الرئيسية بالقلم الأسود والعناصر الفرعية بقلم أزرق، علشان نظهر برضو الورقة بتاعتنا تكون منظمة وتكون شكلها كويس. طيب بعد ما بنكتب العناصر بندخل على المرحلة التانية، واللي هي بنكتب والآن بعد ما عرضنا العناصر بشكل مجمل يجب علينا شرح كل عنصر بالتفصيل. بنبدأ كل عنصر بنحطه في الهامش وبنبدأ الشرح تحته. الشرح هيكون على نظام فقرات. كل فقرة بتتكون من 3 سطور ونص 4 سطور، وكل كل فقرة بتحتوي على فكرة معينة عايز توصلها. والفكرة دي احنا اتكلمنا عنها. لو سمعت المحاضرة بتاعة ازاي تذاكر في حقوق، دي موجودة على يوتيوب على الصفحة بتاعتي، وهسيب لكم اللينك بتاعها. كنا بنذاكر بنظام المفاتيح، كل مفتاح على كل فقرة، فده هيساعدنا ان احنا نفتكر في الامتحان ونكتب اكتر كم تحت كل عنصر. دي كل العناصر المطلوبة منك. لو انت عندك معلومة 100% ومعرفتش تعرضها في الورقة، للأسف مش هتاخد الدرجة كاملة. فلو انت التزمت بالموضوع ده والتزمت ان انت كتبت العناصر مجملة، وبعد كده حطيت كل عنصر لوحده بيبقى قلم ازرق وقلم اسود. ولو في فقرة مثلا معينة انت شايف ان هي دي مهمة، فعايز الدكتور يلاحظها او يبص عليها بشكل منفصل، لان برضو احنا في حقوق العدد كبير جدا، والتصحيح مش بيبقى يعني سهل على الدكتور ان هو يقرا كل كلمة في الورقة. فممكن تكتبها بالقلم الاسود علشان تظهر ان انت فاهم بشكل كويس. وشكرا والسلام عليكم وموفقين.